طفل لقوه في شقة وكل أعضائه متفرغة وحتى عينيه متشالة من مكانها وإيده مقطوعة وكل أحشائه مفرغة ومحطوطة في كيس أسود. إيه اللي حصل وليه كده وإيه الهدف من كل ده؟ خليكم معانا عشان نعرف التفاصيل كلها. بداية كده القصة دي للأسف مش قصة مرعبة من وحي الخيال ولا فيلم تلفزيوني، دي جريمة حقيقية حصلت في منطقة شبرا الخيمة، وكان الضحية فيها طفل عنده 15 سنة واسمه أحمد محمد من سكان منطقة شبرا الخيمة، والجاني اسمه طارق عمره 30 سنة ومن أسوان. نبدأ نعرف في بداية الجريمة إيه اللي حصل. اللي حصل إن طارق القاتل ده ظهر في منطقة شبرا الخيمة وحكى للناس قصة الله أعلم وهمية ولا حقيقية، بيقول فيها إنه مريض، وعرف من خلال القصة اللي قالها عن مرضه يخلي كل سكان منطقة شبرا الخيمة يتعاطفوا معاه، وقال لهم إنه مريض سرطان ومتكفل بنفسه وعلاجه وعايش شغلانة علشان ياكل منها عيش ويعرف يوفر من خلالها لنفسه أكل وعلاج. ولأن المناطق الشعبية دي محدش فيها بيسيب حد، فواحد محترم صاحب قهوة في المنطقة خده وشغله عنده. وفي خلال فترة شغله في القهوة دي طارق كان محترم جدا ودايما بيدعي المثالية والتدين والاحترام قدام الزباين، وبقى محبوب جدا بينهم ومعروف كمان، وكلهم بقوا بيعطفوا عليه. ومن ضمن الناس اللي طارق كان دايما يتعامل معاهم وبالبلدي زي ما بيقولوا كده ويلاغيهم هو الطفل المجني عليه أحمد. وفضل طارق يصاحب أحمد ده ويسأله إيه اللي مزعلك ومالك ورايح فين وجاي منين، ويتصوروا سوا وهكذا. وأحمد في الفترة دي حب طارق جدا وكان بيعتبره زي أخوه الكبير، وبيروح له القهوة اللي شغال فيها ويسأل عنه حتى في الأيام اللي طارق كان بيختفي فيها. واللي عرفناه إن طارق كان بيختفي كتير جدا، وإنه كان بيقول لهم إنه بيختفي كتير بسبب تعبه، وكل مرة كان بيطلع بحجة إنه تعب فجأة وإنه بيروح يعمل أشعة وتحاليل وكده. وبعد فترة من شغل طارق في القهوة اختفى طارق تماما من المنطقة لمدة 15 يوم تقريبا، وبعدها ظهر وهو في حالة مادية ميسورة جدا على غير الطبيعي، وكان جايب عربية وموبايل وفلوس بالهبل، وكان بيجي يقعد على القهوة اللي كان شغال فيها ويصرف ويدفع حق المشاريب ببذخ ملحوظ. ولما الناس سألوه إيه اللي غير حالك كده، قال لهم إنه ورث من أخوه مبلغ كبير، وبعدها محدش إدى للموضوع اهتمام، وكانوا بيقولوا بكرة اللي عطاك يعطينا. ولما رجع طارق وظروفه المادية بقت ميسورة كده، وقتها بقى كان مقرب جدا لأحمد، وده لأنه طبعا حاطط عينه عليه. والمجني عليه أحمد طفل عنده 15 سنة مش مدرك إن اللي طارق بيعمله ده لهدف، وكان مفكر إن ده حب وواحد جدع وزي أخوه الكبير وبيحن ويعطف عليه يعني عادي. والحب اللي طارق مثل بيه على أحمد وصل لدرجة إنه طارق عايد عليه يوم وقفة عيد الفطر اللي فاتت دي، وكان كويس جدا معاه. وكل ده كان ماشي بشكل طبيعي لحد يوم 15/4 اللي فات، لما أحمد نزل يلعب في السايبر اللي بيحب يلعب فيه دايما. وأحمد من عادته إنه طول الوقت يدخل السايبر ويروح البيت ياكل أو يشرب أو ياخد فلوس وهكذا. لكن اليوم ده بقى بالذات اختلف في إن أحمد لحد الساعة 8 بالليل مظهرش ولا روح البيت ولا مرة. ووقتها بدأوا أهل أحمد يخافوا عليه ونزلوا سألوا عليه كل اللي قابلوه في المنطقة، ودوروا في السايبر وملقوهوش في أي مكان. ولما ما عرفوش يوصلوا له، الأهالي بدأوا يفرغوا كاميرات محلاتهم علشان يشوفوا خط سيره، واكتشفوا إنه أحمد كان طبيعي جدا، وشافوه داخل السايبر زي كل يوم وخرج منه. ولما فضلوا يتتبعوا كاميرات المنطقة لقوا إن أحمد فضل ماشي لحد ما قابل طارق ووقف يتكلم معاه شوية، وبعدها دخل السايبر وخرج منه تاني وشاف طارق تاني. فضلوا يتكلموا سوا ومشي أحمد مع طارق لحد ما اختفوا من الكاميرات. بعدها عرفوا يوصلوا لطارق ويسألوه عن أحمد، وقال لهم إنه فعلا شافه بالصدفة واتكلم معاه شوية، بس بعدها كان عنده مشوار فاضطر يسيب أحمد ويروح مشواره. وقال لهم إنه اتفاجئ من كلامهم وإن إزاي أحمد مختفي وهيكون راح فين يعني. وكان طبعا بيمثل إنه مخضوض قوي وحزين،
وفضل يدور عليه معاهم. وبعدها أهل أحمد راحوا يعملوا محضر تغيب في قسم الشرطة، وطبعا بلاغ التغيب ده ما بيقومش الدنيا، لأنهم بيحطوا في عين الاعتبار إن الطفل ممكن يكون في مشوار وشوية وهيجي، ويبدأوا يهتموا لما يحسوا إن الموضوع فعلا طول أكتر من الطبيعي، فبيبدأوا يبصوا للاختفاء على إنه فيه شبهة جنائية. وفي نفس الوقت اللي الشرطة بدأت تتحرك فيه وتبحث في الموضوع، راح بلاغ بيقول إن في سكان منطقة شموا ريحة بشعة خارجة من شقة مأجرها شاب أعزب وحيد اسمه طارق، ولما الجيران في المنطقة شكوا في الريحة اقتحموا الشقة، لقوا فيها جثة طفل كل أحشائه مفرغة تماما، حتى إيديه مقطوعين وحتى عيونه متشالة من مكانها. فورا أهالي المنطقة بلغوا عن الحادثة، وطبعا كان في محضر تغيب معمول لطفل في نفس عمر الطفل اللي الناس بلغت إنهم لقوه مدبوح في الشقة، فالموضوع ما كانش صعب ولا لافف أبدا. وبدأ مركز الشرطة يطلب من أهل الطفل المجني عليه أحمد يجوا يتعرفوا على الجثة، وبالفعل للأسف طلع هو أحمد. ووقتها طبعا عرفوا من الست صاحبة الشقة اللي طارق كان مأجر منها حبة تفاصيل عنه، ولما سألوا أهل أحمد عن التفاصيل اللي عرفوها وعن طارق حكوا للشرطة كل الكلام اللي اتقال ده، وبدأوا يقولوا كل قصة طارق من أول ظهوره في المنطقة ولحد يوم الجريمة. وقتها الشرطة بدأت تتتبع طارق في الكاميرات، وعرفوا إن طارق راح صيدلية قبل ما يقابل أحمد في المنطقة، ووقتها سألوا الصيدلية اللي طارق راحها وعرفوا إنه اشترى من الصيدلية مخدر وشاش وقطن. وبكده وصلوا من أول ما عرفوا إن طارق مستأجر الشقة اللي لقوا فيها أحمد ومفيش متهم تاني في القضية كلها غيره، وبالفعل تم القبض على طارق. ووقتها حصلت الصدمة حتى لضابط المباحث لما طارق مثل الجريمة وقال لهم إن في واحد سنه 17 سنة مقيم في الكويت هو اللي تواصل معاه وطلب منه يمثل جريمة قتل طفل في نفس عمره تقريبا، واشترط عليه إن جريمة القتل كلها وتفريغ الأعضاء وكل ده يحصل خلال مكالمة فيديو معاه مقابل إنه يدفع ليه 5 مليون جنيه. وبالفعل أخدوا كلام طارق على محمل الجد رغم بشاعة الموقف ورغم إن محدش يعرف يتقبل اللي حصل، وعرفوا يوصلوا للمجرم التاني اللي في الكويت واكتشفوا إنه طفل برضه وسنه ما عداش 17 سنة، وتم القبض عليه وعلى والده في الكويت لأنه كان بيعمل المكالمات من شريحة مسجلة باسم والده أصلا، وأجهزة الأمن بالتعاون مع الانتربول قدرت تمسكهم في الكويت وترحلهم على مصر. والمتهم قال إنه بيبيع الفيديوهات دي في مواقع الدارك ويب مقابل ملايين الملايين. واللي اكتشفوا الطب الشرعي إن جثة أحمد متعذبة ومضروبة ضربات متفرغة، يعني كان مطلوب من طارق إنه يعذب أحمد ويفرغ أعضائه خلال المكالمة. نيجي بقى للدارك ويب اللي ما كناش نعرف عنه حاجة ده، واللي عرفناه إنه عبارة عن فئة مظلمة من فئات الإنترنت، بس مفيش أي رقابة أو سيطرة من أي جهات حكومية عليه، وبيحصل فيه كل شيء مخالف للقانون وبدون رقابة، من تجارة أعضاء وأسلحة ومواد مخدرة واتفاق مع عصابات ومأجورين. واللي عرفناه كمان إن أصلا متابعة مواقع زيه أو الدخول عليه حتى لو بهدف الفضول فهو في حد ذاته خطر، لأن المسؤولين عن الدارك ويب بيقدروا يحددوا الموقع الجغرافي لكل اللي بيدخلوا على مواقعهم ويتابع أحداثهم. ومش القصد من كلامي إني أروج إشاعات ولا أقصد إن اللي هيدخل الدارك ويب هيتقتل، لكن القصد إن اتقال وانتشر إن فعلا في الدارك ويب سيستم بيهكر مواقع كل الزائرين وبيحددها. فللاحتياط ياريت نوعي نفسنا ونوعي بعض ونخلي بالنا على إخواتنا وأولادنا ونشارك الجريمة دي علشان نقدر نحولها لرأي عام ونطالب جميعا بالقصاص العاجل. ولحد هنا خلصت حكايتنا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل فيديوهاتنا.